أهلا بحضراتكم. ليلي فؤاد ليه سابت دينها؟ خرجت الأستاذة شيرين كريم الجريئة كالعادة والمحترمة جدا وقالت حصل خلاف دار ما بين ليلي فؤاد وصديقتها ناردين، وراحت ناردين فضحت وكشفت أمر ليلي فؤاد وقالت إنها غيرت ديانتها من أجل القضايا اللي مش كويسة اللي كانت مرفوعة عليها علشان إسقاطها، وكلام كتير جدا صعب يتقال مش كويس ولا هنقدر إننا نعرضه ونقوله. الخلاصة إنها سابت دينها لذلك السبب، وفي الآخر تطالب أستاذة شيرين كريم بإن لازم يتم التحقيق ما بين ناردين وليلي والأشكال اللي زي كده لوقف المهازل دي على الميديا اللي كل غرضها الريتش والربح، واللي شوهوا سمعة مصر بكلام رديء وتصرفات كلها مش كويسة. انتشر كمان خبر على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم لقوا خلاص كراس عزت في إحدى المستشفيات، بالتحديد مستشفى شبرا الخيم. الحقيقة ردت الأسرة وقالت لا، مش هو ده كراس. وكمان أكد أستاذ نادر شكري على صفحته وقال هذا ليس كراس الشاب المختفي بشبرا. ناس كتير كلمتني بخصوص هذا الشاب اللي في القناطر. السؤال هل كراس عزت المختفي بشبرا؟ والحقيقة بالرجوع لأسرته فهو ليس كراس الذي ما زال مصيره مجهول. ربنا يرجعه لأهله ويطمن قلوبهم عليه. انتشر بوست على المصري اليوم، بوست غريب جدا مكتوب فيه كاهن أيرلندي نصلي من أجل ترامب إن ياخدوا الرب ونصلي من أجل السلام في العالم. هل تعتقدوا الدعوة دي حقيقية اتقالت؟ هجوم حاد على إبراهيم عيسى بسبب انفعاله أثناء اعترافه بالنور المقدس بإنه حقيقة، وقال نحن هنا أمام لحظة فارقة، لحظة تتجاوز حدود المنطق المادي الضيق لتلامس عمق الروح والوجدان الإنساني. نحن أمام مشهد مهيب يتكرر كل عام بكنيسة القيامة بقلب القدس، تلك المدينة التي تحمل أوجاع التاريخ وأحلام السماء. هوذا النور المقدس من قبر السيد المسيح ليس مجرد طقس كنسي وليس احتفالية للمسيحيين الأرثوذكس، بل إنه رسالة نورانية تصفع وجوه الظالمين وتكشف عورات العقول المتحجرة التي استوطنها التعصب والكراهية. إن هذا النور الذي ينبثق ويملأ المكان بالبهجة هو في الحقيقة صرخة في وجه كل متشدد يظن إنه يمتلك الحقيقة المطلقة. يرتعد هؤلاء من مشهد النور المقدس. لماذا؟ لماذا تضيق صدورهم برؤية الناس وهم يحتفلون بالمحبة؟ الإجابة بسيطة، لأن هؤلاء متشددين سواء هنا أو هناك يتغذون على الكراهية. وده كان جزء من كلام أستاذ إبراهيم عيسى. شكرا جدا على مشاعرك النبيلة. معجزة حصلت في مستشفى حدائق القبة. الدنيا اتقلبت والناس اتجمعت والكل ما كانش مستوعب ايه اللي بيحصل. رانيا من حدائق القبة كانت شغالة في أعمال الكروشيه، بتعمل بلوفر، وهي شغالة الإبرة انكسرت، ولسوء حظها الجزء اللي انكسر طار ودخل في عينيها وبقت مش قادرة تفتح عينها. لما وصلت المستشفى كانت البنت حالتها صعبة جدا، لدرجة الدكتور أول ما بص كان رد فعله العين باظت خالص. أخدها عملوا الكشف، عملوا إشاعة، طلع التقرير إن حالة العين سيئة جدا ومتدهورة. اللي ودى رانيا المستشفى كانوا صحابها في الشغل، راحوا وقالوا لأمها بعد كده على الخبر ده. أمها أول ما سمعت قعدت تصرخ وتلطم على وشها وتقول البنت مستقبلها راح، ده خطوبتها خلاص بعد أسبوع، استرها يا رب. أعمل إيه في عز الألم؟ كانت الأم وقتها بتقرأ قبل ما يجيلها خبر بنتها معجزات للبابا شنودة. أخدت الكتاب في إيديها وهي طالعة جري على المستشفى، مستشفى حدائق القبة، ودخلت هناك عند بنتها. وأول ما شافت البنت ما صدقتش واتصدمت وفضلت تصرخ وحطت كتاب البابا شنودة على عين رانيا وقالت اتصرف، أنا قريت كتير من المعجزات
وعارفة إن كل ده حقيقي. رجع لبنتي عينها من تاني، مستقبلها هيضيع. ده خطوبتها بعد أسبوع. من كتر الانفعال والبكا والصراخ الأم أغمى عليها، والتمريض خدوها لأوضة تانية، والدكاترة راحوا كل واحد يباشر الحالات بتاعته، وبقوا مش عارفين يعملوا إيه لحالة رانيا. وفجأة ممرضة طلعت جري على الدكتور وقالت له: الحق الحق، البنت اللي عينها بايظة اللي في الأوضة الفلانية. قال لها: في إيه؟ قالت له: تعالى شوف حضرتك في إيه هناك. راحوا لقوا الأوضة مليانة بالبخور، والبنت وشها سليم، مفيش أي حاجة في عينيها، ولا كأن كان فيه من الأساس حتى خدش صغير في العين. التمريض والدكتور الكل ما كانش مصدق. البنت راحت تشوف أمها موجودة في أنهي أوضة. دخلت على أمها، راحت تصحي فيها وتقومها وتقول لها: يا أمي قومي، ما تخافيش. البابا شنودة سمع كلامك وبص لبكاكي وصراخك، ظهر لي وحط ايده على عيني وقال لي: قومي يا رانيا، انتي سليمة، وانا دلوقتي يا امي قدامك اهو، مفيش اي حاجة. الام قامت مش مصدقة نفسها، فضلت تشكر ربنا، وشكرت البابا شنودة سريع الاستجابة اللي ما بخلش عليها وجه أوام وأنقذ بنتها، وكله للخير، وتحول الشر لخير. ودي المعجزة اللي حصلت لرانيا بمستشفى حدايق القبة، ومش شخص واحد بس اللي شاهد، ده المستشفى كلها شهدت، من دكاترة لتمريض، ومن رانيا للقبطي اللي كرمه الرئيس، اللي أسقط أخطر شبكة تجسس في مصر. وتبتدي الحكاية لبطلنا القبطي أديب حنا كرولوس. بس قبل ما نقول مين أديب، نتكلم عن حد اسمه جان ليون، وهو أرماني الأصل، مصري المولد، ولظروفه المادية سافر لألمانيا الشرقية سنة 1956 علشان يدور على شغل، وهنا التقطته عيون الموساد، واستطاع الضباط الإسرائيليين إنهم يجندوه عن طريق شخص تونسي. ورجع لمصر 1958 وفتح مكتب للاستيراد والتصدير ما بين مصر وألمانيا علشان يكون ستار لنشاطه الأساسي، وهو الجاسوسية تبع شبكة الموساد. ومن هنا ابتدى توماس بيصطاد ضعاف النفوس علشان يضمهم لشبكته، وفعلا وسع شبكته توسع مذهل، وبقى عنده جواسيس في كل حتة حتى في الدول العربية التانية، واستطاع تجنيد موظف كمان في محلات جروبي يشرف على حفلات العشاء اللي كانت بتقيمها رئاسة الجمهورية للضيوف الأجانب من رؤساء ومسؤولين. وكمان نجح في تجنيد حد اسمه يعقوب، كان شغال باستوديو بشبرا، وده كان دوره تحميض وطباعة الأفلام اللي بيتم التقاطها للمستندات أو المواقع العسكرية وإرسالها للموساد. أما بقى بطلنا القبطي الرائد أديب حنا كيرلس، وهو رائد بسلاح المشاة، لما زار الاستوديو بشبرا لالتقاط صورة تذكارية ليه ولزوجته، وكانت الصورة ليه بالزي العسكري الرسمي، قام يعقوب بالتردد ليه لضمه كمان لسحبه للشبكة بتاعة الموساد. ولما راح لأديب مرة تانية علشان يسلموا الصور، دعاه يعقوب لحفلة خطبة شقيقته. وافق أديب، وفي الحفل عرفوا على توماس وزوجته كمان، وحاول الجميع إنهم يقدموا ليه الود السريع علشان يبقى وياهم في الشبكة بتاعتهم. ومن هنا ابتدى توماس في محاولة جر أديب عن طريق أسئلته في بعض الأحيان عن بعض أمور بتخص الجيش. وكان الرائد أديب في الوقت ده بيمر وقتها بحالة نفسية سيئة جدا، لأن كان عنده ولد وحيد عنده خلل في وظائف الدماغ بيمنعه من الحركة والكلام. وابتدى توماس يستغل النقطة دي ويقول له عن نواياه في إنه يجنده وياهم، وكان الغرض إنه يديله فلوس علشان يعالج ابنه، وخيره ما بين أمرين: يا إما الفلوس ويخون بلده، يا إما يقعد زي ما هو وابنه يموت ما بين إيديه وما يتعالجش. طبعا أديب اختار إنه يكون لمصر قبل ما يكون لنفسه
واتجه في اليوم التالي على طول اللي عرف فيه حقيقة توماس لمبنى المخابرات المصرية، وقال للقيادات على كل اللي حصل وطلبوا منه إنه يجاريهم. في الوقت ده أعطى توماس لأديب ورقة مكونة من 33 سؤال عن تسليح الجيش والقيادات وتفاصيل الوحدة اللي بيخدم بيها بسلاح المشاة وطبيعة عمله. وقام أديب بدوره بنقل الأسئلة لجهاز المخابرات وأعطوه الإجابات. فرح توماس واتأكد من إخلاص أديب، وأطلقت عليه المخابرات الإسرائيلية اسم حركيا كوناردو، وهو من اللغات الجرمانية ويعني الشجاع أو المستشار القوي، ودفعوا ليه 10,000 جنيه. استمر أديب والمخابرات في مجاراة الجاسوس توماس لفترة طويلة، حتى عرض توماس على أديب مبلغ 1,000,000 جنيه وسافر ابنه للعلاج في ألمانيا إذا تمكن من إغراء طيار ليهرب بطيارة ويهبط بيها في قبرص أو تل أبيب، على إن يدفع ليه 250,000 في القاهرة والباقي برا مصر. في الوقت ده شافت المخابرات العامة إن الوقت ده هو حان لإسقاط الشبكة دي، وبالظبط بتاريخ 6 يناير 1961 قبض على كل أعضاء الشبكة في مصر، وصدر القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1961 بتشكيل محكمة أمن دولة عليا يشمل اختصاصها كل وقائع التجسس. وعلى مدى 6 أشهر عقدت المحكمة خلالها 83 جلسة استمعت خلالها ل95 شاهد منهم الخبراء والفنيون والمختصون. أما عدد المتهمين من المصريين فكان 11 ومن الأجانب 6، وبلغت صفحات ملف القضية 6000 صفحة. وفي 25 أكتوبر 1961 أصدرت المحكمة حكم بالإعدام على الجاسوس جان ليون توماس شانقا، وإعدام 3 مصريين آخرين، وبالأشغال الشقة والمؤبدة والمؤقتة على الآخرين. بعد قفل القضية دي أثارت وقتها ضجة كبيرة والكل كان بيتكلم عنها، وطلبت القيادات مكافأة للرائد أديب، فكان رده مكافأتي أخدها من الرئيس جمال عبد الناصر. وبالفعل اتحدد ميعاد للمقابلة بالقصر الجمهوري، وفعلا تمت المقابلة، وأثنى الرئيس على الدور الوطني اللي لعبه أديب في كشف الشبكة اللي كانت بتمتد حتى سوريا والعراق، وسأله عما يريد مكافأة، فقاله مكافأتي إني أترك الخدمة. اندهش واستغرب عبد الناصر وسأله ليه؟ فقال له لأنها وضعتني في اختيار ما بين بلدي وابني. وهنا سكت الرئيس شوية وودعه. اليوم التاني أصدر قرار بتعيينه رئيس لمجلس مدينة الخنكة، واستمر في منصبه حتى جاء أنور السادات ونقله للفيوم رئيس لمجلس المدينة هناك. رفض ساعتها أديب واستقال. بس اللي حصل بعد 6 سنين من غلق قضية التجسس اتوفى شهير ابن الرائد أديب الذي لم يساوم شرفه العسكري ووطنه على حياة ابنه الوحيد. وهنا زي كلمات قداسة البابا شنودة لما قال مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. وده واحد من الأقباط المشرفين جدا اللي أحسن مثال على الوطنية والوفاء وحبهم لبلدهم، الرائد أديب. والمصدر لقصة الرائد أديب هو كتاب أشهر الجواسيس في العالم، كتاب كمان 8 مدن وحكايات، وكتاب جواسيس الموساد العرب، وكمان أشهر 25 جاسوس، والمجلد المصور 5 مايو 1961. وبكده خلصت أخبار النهاردة، وشكرا جدا على متابعة حضراتكم.